لا يا يويو كده. بسبب اللي حصل في اول الفيديو ده ما كملش، ودي حقيقة بصراحة. اول حاجة كده، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. خلاص العيد على الابواب، العيد بيجري اهو. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وكل اللي نفسه في حاجة كده ان شاء الله تكون السنة الجاية محققها بإذن الله. بصوا بقى، اول حاجة الفيديو ده متصور على مرتين. اول حتة اللي هي بالإزاز الاحمر دي كانت متصورة في يوم، وكانت نيتي فيه روتين قوي شديد كده، نقوم بقى نعمل بيه كل حاجة. ولكن اللي حصل للأسف ان وانا ببدأ بقى ألم معاكم الستاير واعمل شوية حاجات كده، حصل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده، ان انا طلعت على السلم لقيت الصغنن حجي طالع ورايا على الدرجة اللي قبل الأخيرة من السلم. بصوا شايفين دماغها؟ عايزه اقول لكم ان هي حتى ما ادتنيش اشاره ان هي طالعه، والله العظيم حتى ما ادتنيش اشاره. يعني مره من المرات افتكر في العيد الصغير وانا بلم حاجات العيد الصغير، طلعت على اول درجتين واخدت بالي وكانت عامله صوت، فنزلت على طول شلتها. المرة دي والله العظيم من غير اي صوت لقيتها على الدرجة اللي قبل الاخيرة. تخيلوا بقى اني انا مثلا شايلة الفرش، وان هي ممكن لا قدر الله وانا مثلا الستارة تقيلة او تلخمني، اجي انزل مرة واحدة اخبطها اوقعها ادوس عليها. انتوا فاهمين متخيلين الوضع؟ والله العظيم انا فعلا صوتت انا قعدت، يعني الكاميرا فضلت اصلا شغالة اليوم ده وانا مش واخده يعني مش قادره حتى افصلها من كتر ما اعصابي ثابت. انا معرفش شلت الستاير ازاي وغسلتها، او عملت حاجه اليوم ده ازاي من كتر ما اعصابي فضلت سايبه وانا مخضوضه، إن او بتخيل وضع ان هي لا قدر الله تقع من على السلم او تتعور. وكان وراها ساعتها الترابيزه دي. بصوا شويه حاجات كده، مشاعر متلخبطه. فالحمد لله ان هي جت على قد كده. فعلا الاطفال دول بيدونا كل مره درس احنا ما بنبقاش عاملين حسابه خالص. يعني كل مره بتلفت نظر الحاجه انا نفسي ما ببقاش عامله حسابي ليها. فاللهم لك الحمد يا رب ان انا فعلا اخدت بالي، او ان هي مسكت رجلي يعني فحسستني ان هي ورايا. طبعا الحمد لله والله العظيم. هي بتديني كل خضة والتانية، اكيد كلكم نفس الوضع، بتاخدوا خضات وبتاخدوا خبطات كده. فربنا يا رب ما يخضنا ابدا على اولادنا، ويبارك فيهم ويديهم الصحة والعمر يا رب، ويهديهم اهم حاجة، ويدينا القدرة ان احنا نتحمل يعني مصايبهم اللي بيعملوها فينا. بصوا بقى الفيديو ده آه، متصور بقى بعديها بيومين. طبعا لان انتوا شفتوا طبعا ان انا شلت الستاير، طبعا كانت خلاص نشفت وشلتها، وكمان حتى السجاجيد بعديها بيوم شلتها وغسلتها وطلعتهم زي ما انتوا شفتوا كده من البلكونة. وبعد كده الستارة التانية مسكتها، السجادة التانية مسكتها كده، رحت خرجت الحتة اللي ما كانتش نشفت من لجوه، خرجتها لبره لناحية الهوا، ودخلت اللي نشفت جوه. علشان ايه؟ ابدأ بقى ان انا المها واشيلها من التراب. وكمان كان عندي دور غسيل كنت غسلاه، شيلته برضو. قلت برضو اطبق الغسيل كده واظبطه. بص انا ما بحبش تطبيق الغسيل خالص، مش عارفه، حاسه ان ناس كتير ما بتحبش تطبيق الغسيل. يعني بنغسل كتير بس بنيجي عند تطبيق الغسيل ده تقيل كده، عارفين؟ تقيل على القلب. مش عارفه انا لوحدي اللي كده ولا كلكم كده، بس فعلا انك تقعدي تطبقي وتبداي بقى تفصلي هدوم البيت عن هدوم الخروج، وتفتحي الضلفة دي تحطي مفارش، وتجري على الأوضة دي تحطي هدوم الأطفال، وبعدين تفتحي ضلفة تانية تحطي مش عارفة هدوم ايه. مش عارفة، بحس ان الغسيل بيتملي بسرعة وترتيبه بياخد وقت. بس لما بحس ان السبت فاضي بصراحة ده بينجز يعني بيريحني كده، بيحسسني بالباور والطاقة، يعني ان انا كنت طبقت. يعني على قد ما بحبش التطبيق، بس لما بخلص السبت ويفضى بحس ان انا مبسوطة وفرحانة كده وفي انشكاح بصراحة. بس خلصت بقى تطبيق الغسيل اللي ورايا، وبعد كده قلت بقى ايه، ابدأ كده في شوية حاجات للتنظيف بتاع العيد. طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد اني غسلت الستاير والسجاجيد. دي اكتر حاجة ببقى شايلة همها، هي والمطبخ. لان المطبخ على قد ما هو صغير بس بيبقى لامم كراكيب كتير وكوبايات واطباق والكلام ده كله.
فقلت ان شاء الله بعد التنظيفة دي الفيديو الجاي هيبقى ان شاء الله جزء كده تنظيف تاني وبرضه تنظيف المطبخ. فان شاء الله بس ربنا يعيننا كده ونقدر ان احنا نعمل اللي احنا مخططين له. بما ان التلاجة عندي الحمد لله برضو مش متبهدلة قوي او لحد ما يعني هنلاقي مثلا حاجة ناسياها، حاجة في علبة، في حاجة في حلة، الكلام ده كله. فقلت بقى ابدأ ان انا انظمها واغسلها وكده. بصوا انا الحمد لله اللهم لك الحمد برضو. عايزة اديكم بس نصيحة صغننة كده. ما تسيبيش الحاجة لما تتبهدل قوي. يعني انا في اول جوازي اكيد كنت بسيب الحاجة متبهدلة، مش متبهدلة، كنت بعمل في الاعياد والمناسبات والكلام ده كله. بحس ان تنظيفة العيد عليا تقيلة. لما بتعملي الحاجة باستمرار مش معنى كده انك تهدي صحتك او العافية بتاعتك، اكيد لا، بس على الاقل لما عينك تجيب حاجة مش متنظمة او مش نظيفة اعمليها. ما تقوليش ده والله ده العيد قرب فانا كده كده هعمل، ده والله مش عارفة مناسبة ايه فانا كده كده هشيل. لا، الموضوع ده غلط. الموضوع ده بيخلي عليكي تنظيفة العيد صعبة. زي بالظبط كده لما تسيبي المطبخ بتاعك من العيد للعيد تعملي الدهون بتاعته او ان انت تبدأي تنظميه، ده بيخليكي بعد كده مش قادرة وبيخلي عليكي حمل جامد. فبصراحة احسن حاجة ان انت تبدأي تعملي حاجتك حاجة في حاجة. لما تيجي بقى تعملي تنظيفة عيد وتلمي كل حاجة تعمليها بتلاقي الدنيا مش متبهدلة قوي، يعني بتعرفي تلميها ممكن في يومين او حاجة. ولو معكيش اطفال بتلاقي نفسك في يوم ممكن تلمي الدنيا. والله العظيم عن تجربة، يعني انا قعدت 3 سنين او اكتر كمان ما كانش معايا يويو. عايزه اقول لكم ان ممكن كنت الم الشقه كلها في يومين، فرش وغسيل ومسح، عارفين اللي هو كده. فيويو بقى لما جت ونورت حياتنا، ربنا يا رب يبارك فيها يا رب ويديها العمر والصحه هي وجميع اولادكم جميعا. بدأت ان انا اخد حاجه في حاجه علشان ما اسحمش نفسي، علشان هي برضو بتلخمني، بتخليني مش عارفه اعمل الحاجه ورا بعض. بضطر اخد هدنه، بتعيط، بترضع، بتاكل، فاهمين انتوا الكلام ده، يعني شقوة الاطفال وكده. هنا بقى كنت بعمل التلاجة، بشيل بقى الاطباق اللي ملهاش لازمه وبحاول افضي العلب والكلام ده كله. والموضوع عندي بقى لا بصابون ولا بخل ولا يعني بسبونشة فيها صابون والكلام ده كله. اني زي ما قلت لكم اللهم بارك يا رب، التلاجة دايما عندي بحاول احافظ عليها ان هي نظيفة، وبالذات كمان التلاجة لان هي في الركنة. فلو انا جيت جالي ضيوف وفتحت التلاجة قدامهم والتلاجة منظرها وحش او ريحتها مش كويسة، فده يعني دي حاجة هتحرجني انا. فدايما بحافظ على نظافة التلاجة بقدر الامكان. تمام تمام. هنا بقى البخاخة اللي قدامكم دي فيها مية بخل مش اكتر من كده. كان فيها الاول مية بدوني كنت برش بيها الشقة. غسلت البخاخة كويس جدا وشطفتها ووديت منها ريحة الدوني، وبعدين شطفتها بشوية مية بخل. بعدين حطيت مية بخل بقى عادية، بدأت ان انا اعمل بيها مفارش التلاجة واعمل بيها بقى ارضية التلاجة، الارفف، الكلام ده كله. برضو المية بالخل عايزة اقول لكم ان هي بتعقم التلاجة وبتديها ريحة حلوة جدا. ولو انت التلاجة بتاعتك فيها ريحة مش حلوة، اسمع يعني ان الفحم لو اتحطت حتة فحمة كده بتمتص كل الروايح اللي في التلاجة. تمام. فبرضو ممكن تجربوا الموضوع ده. وفي بقى حاجات كتير قوي، خلطات كتير، ووصفات كتير بصراحة، بس انا يعني ايه، ما بدورش على الحاجة غير لما بحتاجها. لو ما احتجتش الحاجة بصراحة ما ببحث عنها. بس اللي جاء قدامي قبل كده ان لو التلاجة فيها روايح ممكن تحطي في حتة فحمة بتمتص كل الروايح اللي في التلاجة وبتخلي ريحتها حلوة جدا. وبرضو حاجة من الحاجات المهمة قوي انك تمسحيها بحتة تكون نظيفة او حتة مخصصة لتلاجة، لشقة، الكلام ده كله. بلاش حتة المطبخ او فوط المطبخ، لان انتوا عارفين طبعا ان فوط المطبخ وحتة المطبخ مش احلى حاجة ان احنا نعمل بيها العفش. نعمل بيها دي فريزر، نعمل بيها تلاجة، نمسح بيها رف. فاهمين طبعا، لان حتة التلاجة دايما بيبقى الروايح فيها مش الطف حاجة، يعني حتة المطبخ. زي ما انتوا شفتوا بقى التلاجة بقت زي الفل وترتبت واتنظمت وبقت زي الفل. هنا بقى بمسحها من قدام، مطرح بقى تلبيخ ايد، تلطيخ، الكلام ده. وكمان الايام اللي فاتت دي كانت بنت خالتي عندي، وكان طبعا الاطفال انتوا فاهمين بقى كل شويه يفتحوها يجيبوا ميه يجيبوا اكل الكلام ده كله. فمطرح ايديهم والكلام ده كله تلاقيها طبعة على على الوش او طبعة عليها. فبدات ان انا ايه امسحها برضو كده، ارش شويه ميه بخل وامسحها. كمان بتحسوا لما بتتمسح بتزهزه كده وبتنور. وبعدين بقى برص اللعب والحاجات الغريبه اللي عليها الكتير دي، انا بحب الحاجات دي قوي على فكره.
وكنت حطاها كلها، يعني كنت منطوراها تحت وفوق على الباب اللي تحت والباب اللي فوق. بس لما يويو ما شاء الله عليها بدأت ان هي تمد ايدها عليهم شلتهم، لان هم فيهم مغناطيس. خلوا بالكم يا جماعة، لو عندكم اطفال ابتدت تزحف وبيطولوا الحاجات دي واللعب دي بيبقى فيها مغناطيس، ممكن يحطوه ببقهم لا قدر الله تبلعوا، فخلوا بالكم او من الحاجات دي. ده برضو حاجة من الحاجات اللي هي لفتت نظري ليها. فيعني بصوا هم بيلفتوا نظرنا لحاجات كده والله ما بتيجي في دماغنا ابدا. فسبحان الله يا رب بيدبر الامر بحكمته، لان فعلا الفجع عليهم ربنا يا رب ما يكتبها على حد. هنا بقى بعد ما خلصت الحاجات، شوية الحاجات اللي ورايا، طبعا في حاجات ورا الكاميرا عملتها ما كنتش بصورها. كنت بخطفها كده بصراحة، لاني برضو احيانا التصوير بيبقى مرهق في شوية حاجات، بس الحمد لله يعني ربنا بيعين الواحد. هنا بقى قلت هعمل صينية بطاطس في السريع كده، لا هضرب القوطة لا هضرب الطماطم. انا كنت الاول بضرب البصل بحب انعمه، بس المرة دي قلت لا ما عنديش وقت، لان احنا كمان صايمين. صايمين العشر الا 9 ايام اللي هم الاوائل قبل العيد. يعني ربنا يا رب يتقبل منا جميعا يا رب، صالح الاعمال يا رب، ويقدرنا كل سنه على صيامهم ولا هم امين. فقلت هعمل صينيه بطاطس في السريع كده. جبت 3 بطاطسيات بالظبط وقطعتهم، وكمان قطعت قرنين فلفل حامي، وقطعت بصلتين حلوين كده شرايح، وهبدا احط عليهم شويه ملح وفلفل والتوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها، وشويه كمون كمان، ولو عندك شويه كاري حطي براحتك، بس انا ما حطيتش بصراحه. وهتدعكيهم بقى كلهم في بعض كده، وتخلي الكلام الحلو ده كله يتغلغل في بعضه، وتبداي ان انت ايه، تحطي بقى الطماطم بتاعتك والحاجه بتاعتك كلها. هنا كنت مطلعه كيس طماطم من اللي كنت ضرباه معاكم في روتين قبل كده، اللي كنا مفرزينها في الفريزر. بصوا بقى بتنفع ازاي، بتنفع جدا وبتنجز معاكي وقت رهيب بصراحه. المهم هنا بقى حطيتهم زي ما انتم شايفين كده، وكمان همسك الشوربه بتاعه الفراخ. هي بصراحه ايه مش فراخ، وانا كنت جايبه معاكم برضو قبل كده في الفيديو اللي كنت بنضف فيه الفراخ، كنت جايبه اجنحه لو تفتكروا. فطلعت كيس كده وقلت ان انا اسلقه في السريع، وابدا ان انا احطه ايه، اعمل صينيه بطاطس بالاجنحه. المهم بقى هنا حطيتها على النار وعملتها، وعملت الرز والكلام ده كله، وعملت طبق سلطه كده، وقعدنا كلنا، وكانت ما شاء الله اللهم بارك يا رب تحفه. وهنا كمان مسكت الجزامه بقى اعزكم الله، يعني نضفتها والحاجات اللي ما بلبسهاش طلعتها وروقت عليها. وكمان كنت بدهن الدولاب الخشب بتاعي ده اللي حاطه فيه الكريمات بتاعتي والماسكات اللي بيبقى جنب الحمام، برضو كنت دهناه قبلها بيوم، واديته النهارده الوش التاني. وبس كده، وده الفيديو بتاعنا. اشوفكم في فيديوهات كتير قوي ان شاء الله. باي باي.